في ناس كتير جدًا بيحبّوا إن هُم يشتروا مش بيحبّوا يشتروا محضّر الطعام على بعضها، بيحبّوا يشتروا الكبّة لوحدها، الهاند بلندر لوحده، الخلاط لوحده، العجان لوحده. ففي الفيديو ده هنعرف إيه هو أفضل هاند بلندر وعجان، وكمان إيه هي أفضل كبّة. وهاقول لِك إيه هي المعايير اللي تشتري على أساسها أي منتج من ده. أول حاجة هنبتدي بيها وهو الهاند بلندر بتاع مولانكس، لإن هو هاند بلندر مكسّر الدنيا، وفي ناس كتير جدًا بتثق في مولانكس. سعره 525، بيبقى 350 واط. هو عبارة عن هاند بلندر بس من غير كاب ولا أي حاجة. الماركة اللي بعد كده هي ماركة تورنيدو. هي عبارة عن 3 قطع هاند بلندر وكبة ومضرب بيض. سعرها 919، بتبقى 500 واط. واهتمي جدًا بالوات إن هو يبقى عالي علشان يضرب لِك الحاجة كويس جدًا. الماركة اللي بعد كده هي برضه تورنيدو. بس هو الوات بتاعها أعلى، برضه عبارة عن هاند بلندر وكَب وكَبّة، وكمان مضرب البيض. سعرها 722، بس الوات بتاعها أعلى 600 واط. والماركة اللي بعد كده برضه تورنيدو. تورنيدو مكسّرة الدنيا ومنزّلة أشكال كتير جدًا، عبارة عن هاند بلندر وكَبّة والكَب ومضرب بيض. لأ، وكمان هرّاسة البطاطس. هي بتبقى 600 واط وسعرها 1229. في أشكال كتير جدًا من تورنيدو. تورنيدو بصراحة أبدعت في الهاند بلندر. في ناس كتير جدًا بتشتريها بسبب سعرها الكويس، وكمان توافر قطع الغيار بتاعتها. سعرها ديّة تورنيدو ب965، وبرضه عبارة عن هاند بلندر وكَبّة ومضرب بيض. يعني عبارة عن 3 قطع، والوات بتاعها كويس جدًا 600 واط. دي بقى بوش. برضه عبارة عن الهاند بلندر والكَب، وكمان جزء للكَبّة. بس بوش بتبقى غالية شوية. سعرها 1400 جنيه و800 واط، يعني الواط بتاعها عالي جدًا فحلو جدًا، والكَب بتاعها 600 مللي وديّة عبارة عن 12 سرعة. دي بقى تورنيدو، وبرضه معاها الكَبّة ومضرب البيض، وسعرها 1149، الواط بتاعها عالي 1000 واط. فكويس جدًا، يعني هتضرب الحاجة بسرعة جدًا، عشان كده سعرها غالي ب1149، رغم إن في نفس القطع بس أرخص منها بكتير. ده بقى براون. دي هاند بلندر براون، معاها هاند بلندر والكاب بتاعها ومضرب البيض، والكبة بتبقى 700 واط وسعرها 1995. طيب أنا عايزة أقول لكم إيه هي المعايير اللي على أساسها نشتري الهاند بلندر من الأساس. أولًا الهاند بلندر بتاعتنا لازم تبقى الإيدين بتاعتها stainless، مهم جدًا إنها تبقى stainless علشان تستحمل الحرارة، علشان لمّا نستخدمها في أي حاجة سخنة ما تواجهلناش أي مشكلة أو ما تتفاعلش مع الأكل. فمهم جدًا إن أنتِ تجيبي الإيدين بتاعتها stainless. تاني حاجة لازم تركّزي فيها إن الوات بتاعها يبقى عالي، علشان تضرم أو تفرم الحاجة كويس جدًا. لازم يبقى فيها كذا سرعة علشان تقدري توصلي للنتيجة اللي أنتِ عايزاها. السلاح بتاعها، اهتموا بالسلاح، لازم السلاح بتاعها يبقى قوي جدًا، وبلاش تستخدموا الهاند بلندر في حاجة متلجة، دي أكتر حاجة بتبوظ الهاند بلندر. الهاند بلندر لازم الحاجة تبقى سايحة أو طرية على الأقل، بلاش تستخدموها في حاجة جامدة أو تستخدموها في حاجة مثلجة، لأن دي أكتر حاجة بتبوظ الهاند بلندر. كمان عايزاكم تهتموا بالماركة. الماركة لازم تبقى معروفة، وتشوفوا ريفيوهات كتير على النت، لأن الريفيوهات دي بتبقى حقيقية من ناس جربوها وما لهمش أي مصلحة إن هم يديكوا ريفيو غلط. اهتمي جدًا بالماركة. دي أكتر 3 حاجات أو 4 حاجات عايزاكِ تهتمي بيها وأنتِ بتشتري الهاند بلندر بتاعتِك. وطبعًا الوات يبقى عالي، كل ما الوات كان عالي كل ما كان أفضل طبعًا، لأنها كده هتفرم معاكِ كويس جدًا، وتقدري إلى حدٍ كبير تستغني عن الخلاط. لأن في ناس كتير بيستسهلوا الهاند بلندر، إن الخلاط يقعدوا يقولوا لِك هنغسل الشفشق وكلام من ده، فهي بيستسهلوها في المكان اللي أنتِ حاطة فيه العصير أهو بتضربيها فيها. ففي ناس كتير بتفضّلها. فأهم حاجة الوات يبقى عالي، تبقى stainless، ماركة معروفة، ما تستخدمهاش في حاجات مثلجة، والهاند بلندر بتاعتِك هتعيش وهتبقى كويسة جدًا. دي أهم المعايير اللي تشتريها على أساسها الهاند بلندر. تعالوا بقى نيجي للكبة. دي كبة بلاك اند ديكر،
ديكر ب1040. دلوقتي اللي هي بتبقى 300 واط و500 مللي زي ما انتم شايفين، يعني هي بتبقى نص لتر. بلاك اند ديكر ماركة معروفة جدا، وهي في الغالب بتبقى غالية لانها بتبقى قوية جدا. معانا اللي بعد كده الكبة تورنيدو، وسعرها 699. دي كبة خضروات ولحوم. بلاك اند ديكر دي كانت خضروات بس. دي يعني برضو عايزاك هقول لك بعد كده انك تهتمي بالنقطة دي كويس جدا، ان تبقى الكبة بتاعتك بتبقى خضروات ولحوم، مش تبقى خضروات فقط. دي ماينتا وسعرها 429. وبرضو نص لتر، وبتبقى 400 واط. الماركة اللي بعد كده برضو ماينتا، بس هي اغلى شوية، ب 515. وفيها سلاح للميلك تشيك، وهي فيها سلاح واحد. دي مرسوم عليها خضروات ولحوم، يعني دي مش بس خضروات، ولازم برضو تهتمي بالنقطة دي كويس جدا. وبعد كده ماينتا ومعاها مضرب البيض، وسعرها 735. دي عبارة عن كبة ومضرب بيض. وهي بتبقى عبارة عن مجموعة على بعضها، اللي هي الكبة ومضرب البيض. ودي الكبة بتاعتنا اسمها روفو، ماركة مش معروفة إلى حد كبير. الشفشق بتاعها كبير جدا، بيبقى لتر ونص، وسعرها 400 جنيه. فهي ماركة مش متداولة قوي، بس في ناس كتير جدا بتلجأ لها. ودي ماركة تورنيدو. الكبة بتاعتنا دي تورنيدو. حجمها لتر ونص، وتبقى 400 واط لحوم وخضروات واتنين سلاح. ودي كبة فريش ب474. برضو بتبقى كبيرة جدا، سعرها 575 ولتر ونص و400 واط. الماركة اللي بعد كده وهي تورنيدو، وده شكل مختلف، بتبقى عبارة استانلس كده، وبتبقى 3 مقاسات مختلفة. سعرها 1169. الموتور بتاعها نحاس للفرم السريع. يعني الكبة دي رائعة على فكرة، أنا بنصح بيها جدا. وهي بتبقى 8 لتر، يعني بصوا يعني كبيرة جدا. وكمان الموتور بتاعها نحاس، يعني بتفرم كويس جدا. دلوقتي بقى دي كبة مولانكس، دي الشكل القديم بتاع أمهاتنا كده، ب769. وهي بتبقى 800 واط، يعني قوية جدا. عاملين بقى عرض كمان للمولانكس، تبقى خلاط وكبة، وسعرها 989. فالعرض ده برضو كويس جدا وحلو جدا. يا جماعة الحقوا اشتروا الحاجة، بتغلى بشكل اوفر جدا. اخلصوا من الخلاط، وخلصوا من الكبة، وخلصوا من الهاند بلندر، الحاجات البسيطة دي اخلصوا منها بسرعة جدا. دي الكبة والخلاط، وسعرهم 2999. ده برضو دول القطعتين دول بيجوا مع بعض. والماركة اللي بعد كده برضو مولانكس، ده بقى محضر طعام، عبارة عن خلاط زي ما انتم شايفين كده. والكبة سعرها 2399. وهي عبارة عن كذا قطعة كمان، بتاعت بقى تقطيع الخيار والحاجات الكتير اللي بيقطعوها، والجزر والكلام من ده، والبطاطس وكده. ده ماركة اسمها بينكس. ماركة مش معروفة إلى حد كبير. برضو معاها الشفشق والكبة والقطع والمطحنة، وبتاعة قطع تقطيع الخضار. دي بقى تورنيدو، برضو عبارة عن محضرة، بيبقى سعرها 2299، وتبقى 1000 واط. والخلاط بتاعها بيبقى لتر، والكبة 1200 ملي. وليها 27 وظيفة. طيب عايزة اقول لكم بقى ايه هي المعايير اللي تشتري على اساسها الكبة بتاعتك. اولا الشفشق بتاعك او الكب بتاع الكبة لازم يبقى كبير، بلاش تجيبيه صغير. الصغير مش عملي ومش بينجز معاكي. فخليكي في الكب الكبير، الكواليتي بتاعته تبقى كويسه جدا. وتتاكدي من كده من الريفيوهات بتاعه اليوتيوب، لان دي مش بتبقى شامله الاعلانات، يعني مش بيعملوا عنها اعلان الا لو انت حسيتي من اللي بتعلن يعني ان هي حد دفع لها فلوس عشان تقولي الكلام ده. لا، دي بتبقى تجارب حقيقيه بتاعه الاشخاص. طيب اهتمي كمان ان الوات بتاعها يبقى عالي جدا، عشان تفرم لك الحاجه كويس جدا، ومش تبقى الموتور بتاعها ضعيف. اهتمي كمان ان هي تبقى مش بتاعه خضروات بس، لا كمان تبقى بتاعه خضروات ولحوم، علشان احنا بنستخدمها كتير جدا في اللحوم. لو عايزه تدي لحمه مفرومه ضربه تانية، او وعشان تبقى كمان تضمني ان هي تبقى قويه، فخليكي في المضمون، خليها تبقى خضروات ولحوم. بلاش تبقى خضروات بس، علشان الخضروات بس بتبقى الى حد كبير بتبقى ضعيفه.
فخلّيها خضروات ولحوم عشان تستخدميها في حاجات كتير جدًا. دي أهم المعايير اللي تشتري على أساسها الكَبّة بتاعتِك، ما فيش أكتر من كده. الوات يبقى عالي، الquality بتاعتها تبقى كويسة، ماركة تبقى معروفة، وبس هو ده اللي عايزاكِ تاخدي بالِك منه، وكمان تبقى الcup بتاعها كبير. تعالوا بقى نيجي للعجّان. العجّان بتاعنا وأول عجّان معانا هو تورنيدو، بيبقى 700 واط بسعره 4060. طبعًا بيبقى حجم الوعاء بتاعه 4.5 لتر، ومعاه مضرب بيض ومضرب للعجن وملحق للخفق. ده بعد كده بقى العجّان بتاعنا ماينتا سعره 3550، وبيبقى 800 واط. طبعًا عجّان ماينتا معروف جدًا، معظمهم الطبق بتاعهم بيبقى stainless. الماركة اللي بعد كده هي ماركة مودكس وسعره 5110، وبيبقى برضه 1000 واط. اهتمي جدًا بالوات زي ما قُلت لِك، إن لازم الوات بتاعِك يبقى عالي عشان يعرف يعجن لِك. ال العجان اللي معانا بعد كده واسمه إيريت أو أرت، بسعره 2699، وبيبقى 1500 واط، وبرضه حجم الوعاء بتاعه 4.2. الشفشق بيبقى لتر ونُص. معانا بقى بعد كده black and white، وهو سعره بيبقى ده نفس العجان التاني، هو في منه لونين، الأورنج يعني العجان القريت، فبيبقى في منه 2 وسعره 2699، وبيبقى زي ما قُلت لكم 1500 واط. هو لونين يعني في منه الأورنج والأصفر. طيب اللي بعد كده black and white وهو 5 لتر، وبيبقى حجم الوعاء بتاعه 5 لتر، وليه غطا زي ما أنتم شايفين كده، وسعره 2999. وعايزة أنصحكم نصيحة بقى، لو عايزين تشتروا اشتروا من أونلاين. الأونلاين بيبقى أرخص شوية، ركزوا كده وادخلوا الأبلكيشن بتاع بيتك هتلاقوا الحاجة أرخص كتير. فلو عايزة إنِك تشتري هاتي أونلاين أفضل، هُم بيعملوا عروض حلوة أوي على الأونلاين. طيب ده برضه black and white، و سعره 2349، وبيبقى 1200 واط، وزي ما أنتم شايفين كده الوعاء برضه stainless وليه غطا. black and white برضه ماركة ليها اسمها في السوق. تعالوا بقى نروح لماركة كانوود، وهي ب19,520. أنتم متخيلين الرقم عامل إزاي؟ هو بيبقى غالي جدًا، لإن ده بيستخدم لو أنتِ عاملة مشروع أو كده، فأنا بانصحِك بكانوود جدًا يعني بقوة. والوات 1700 واط. أنتِ مدركة يعني الوات بتاعه عالي جدًا، يعني هيعجن لِك الحاجة بسهولة جدًا وبسرعة جدًا، والوعاء بتاعه ب6.7 لتر، وبيبقى stainless. الماركة اللي بعد كده برضه كانوود، وب18,845، وبيبقى 1500 واط، وبرضه نفس حجم الوعاء. ده بقى بعد كده black and white، وسعره 3785 و1300 واط، وبرضه حجم الوعاء بتاعه 6.5 لتر، وبيبقى عبارة عن 6 سرعات. سعره 3785 زي ما إحنا اتفقنا. الماركة اللي بعد كده بقى Black and Decker، وهو سعره 4475، بيبقى 1000 واط، وبيبقى 4 لتر و6 سرعات. وعلى فكرة Black and Decker وتورنيدو الاتنين في نفس الفئة السعرية أو في نفس الجودة. يعني بانصحِك بيهم جدًا، تورنيدو أو Black and Decker لو أنتِ هتستخدميه للاستخدام الشخصي. فبس في ناس كتير بتلجأ لتورنيدو علشان خاطر هو قطع غيار متوفرة، والسمعة بتاعة توشيبا العربي كبيرة جدًا، وفي ناس كتيرة جدًا بتثق فيها. فأنا أنصحِك بBlack and Decker أو تورنيدو. خلّيه لو استخدام شخصي، لو عايزة تجيبيه بقى لشغل أو مشروع خليكِ في كونوود. اتكلمنا النهارده عن الهاند بلندر والكبة، واتكلمنا كمان عن العجان، وقُلنا إيه هي المعايير اللي تشتري على أساسها الهاند بلندر بتاعِك أو الكبة أو العجان. يا رب يكونوا استفدتوا من الفيديو، مش تنسوا تشتركوا